لو بتفكر تدخل كليه حاسبات ومعلومات عشان تبقى مبرمج او تقبض بالدولار او حتى تسافر المانيا. فاستنى شويه اسمع الفيديو ده للاخر لاني هوضح لك كلام كتير جدا وكل ما يخص كليه حاسبات ومعلومات والفرق ما بين حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات ومعلومات. ولان الفيديو فيه معلومات كتير ودسم وفيه معلومات محدش قالها لك، ففي معلومات انت لو عرفتها من دلوقتي هتفرق معاك جدا، فعلشان كده لازم تكمل الفيديو للاخر. وفي البدايه كده انا حابب ان انا اقسم لك الفيديو بحيث اعمل لك خريطه ذهنيه كده الفيديو هيبقى متقسم ازاي. اولا احنا هنتكلم عن الكليه، سواء اقسام الكليه، مميزات وعيوب الكليه، كل ما يخص الكليه، الفرق ما بين كليه حاسبات وهندسه حاسبات، ومجالات الاي اي. واكيد هكلمك عن مجالات الشغل بعد التخرج وهل السوق محتاج ولا لا، واكيد هقول لك برضه انت تنسيقك او مجموعك ممكن يجيلك ولا لا. كليه حاسبات ومعلومات مش زي ما انت فاكر، مش فكره هي كمبيوتر وبس، لان فعلا الكليه مختلفه جدا وبتجمع ما بين علوم كتير جدا. الكليه دي بتجمع ما بين علوم رياضيات وبرمجه وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وامن المعلومات والتطبيقات على الواقع في كل الصناعات. والكليه دي بتطلع مهندسين برمجيات ومحللين بيانات وباحثين في الذكاء الاصطناعي ومطورين وامن سايبر، وده فعلا بيفرقك عن اي حد واخد كورسات بره الكليه. دلوقتي خلينا نخش على تاني حاجه الا وهي اقسام الكليه. عندك اول قسم علوم حاسب سي اس، البرمجه والخوارزميات ونظم التشغيل، واثنين نظم المعلومات اي اس، وفيها بتحلل البيانات وبتربط الاي تي باداره الاعمال. ثلاثه تكنولوجيا المعلومات اي تي وتقريبا دي اشهر، وفيها تطبيقات تكنولوجيه مباشره زي الشبكات. واربعه الذكاء الاصطناعي الاي اي، وده تقريبا جديد في بعض الجامعات، وده زي ما انت فاهم بيركز على الماكينات اللي بتفكر شويه. اي اي مش محتاج اشرح لك كتير عنه. والقسم الخامس الا وهو امن المعلومات. والقسم السادس بصراحه هو موجود في جامعات معينه الا وهو بايو انفورماتكس. دلوقتي لان في تشتت كبير ما بين حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات، فانا الصراحه جمعت لك كل الفرق او كل حاجه ممكن تقدر تفرق ما بينهم حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات. وفي البدايه خلينا نبدا بحاسبات ومعلومات. الشهاده عباره عن بكالوريوس علوم حاسب، وفيها بتركز على الجانب البرمجي والنظري اكتر، ومناسبه جدا للي بيحب البرمجه والتحليل وبيفكر بمنطق. ومده الكليه 4 سنين بس. صراحه بالنسبه للفيزياء والرياضه فهي فيها رياضه بس مش بعمق كمان. وخليني اقول لك دلوقتي عن هندسه حاسبات ومعلومات. شهاده بكالوريوس هندسه من اقسام كليه هندسه، طبعا بيشتغل على الجانب الهاردوير والالكترونيات بجانب طبعا السوفت وير، ومناسبه جدا للي بيحب الفيزياء والدوائر مع البرمجه. هنا دلوقتي نخش على الفقره الرابعه من الفيديو، وده الجزء المفضل لبعض الخريجين وبعض الطلبه، الا وهي مجالات الشغل بعد التخرج. وطبعا الفيديو كله عن كليه حاسبات ومعلومات مش كليه هندسه، احنا عملنا المقارنه فوق، دلوقتي هنتكلم عن مجالات شغل كليه حاسبات ومعلومات. 1 سوفت وير ديفلوبر، و2 سايبر سيكيورتي سبيشالست، 3 الاي اي والام ال اي انجينيرنج، 4 داتا اناليزست وداتا ساينتست، 5 اليو اي واليو اكس ديزاينر وده اللي عنده ميول فنيه شويه، و6 كلاود انجينير، و7 والمحبوبه من الكل الجيم ديفلوبر، و8 والاخيره اي ار بي سبيشالست، وغيرهم من المجالات الكتير، لان بصراحه المجال مفتوح بشكل مرعب وكويس. والصراحه واللي بيميز الكليه دي ان كل سنه الطلب بيزيد عليه. وتعالى نروح للنقطه الخامسه، هل السوق فعلا محتاج؟ خليني اقول لك ان مجال البرمجه ومجال الاي اي هي من اكثر المجالات اللي عليها طلب في العالم كله حاليا. مفيش اي مجال تقريبا الا لما تلاقي فيه جزء تكنولوجي محتاج واحد عنده مهارات ومتخرج من كليه زي دي. والمرتبات خارج مصر هي فعلا مجزيه جدا وضخمه وبجوده كويسه. والمرتبات خارج مصر بتبدا من 3000 دولار ل 8000 دولار، وكمان بعد سنتين خبره بس. وخلينا سريعا نروح على النقطه السادسه، مميزات وعيوب الكليه. خلينا طبعا وهنبدا بالمميزات. طلب عالي جدا على مجالات، تقدر تشتغل اونلاين وفريلانسر. بتاع خريجين الكليه دي في الخارج او خارج مصر عامه ممتازه جدا، وكورسات كتير جدا متاحه بسهوله. خلينا نروح دلوقتي على عيوب الكليه. المنافسه فيها بقت عاليه جدا ومحتاجه منك تطور شخصي بشكل رهيب. الصراحه يعني عدد الطلاب زاد بشكل اوفر، ولكن المجال لسه مش متشبع. للاسف مفيش نقابه قويه تحمي حقوقك زي المهندسين والاطباء، والصراحه بقى اللي مش بيحب الكمبيوتر هيتعب فيها جدا. خلينا نتكلم عن جزء اساسي في الفيديو الا وهو الجامعات المميزه في بعض التخصصات في كليه حاسبات ومعلومات. والجامعات الحكوميه والاهليه زي جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه المنصوره وجامعه حلوان وجامعه الزقازيق وجامعه المنوفيه وجامعه اسيوط وجامعه الاسكندريه وغيرهم كتير. وكمان في جامعات اهليه وتكنولوجيه بتقدم برامج حاسبات حديثه جدا.
خليني اقول لك دلوقتي على تخصصات مميزه في بعض الجامعات. نبدا بجامعه القاهره، والجامعه الثانيه جامعه عين شمس، مميزه جدا في هندسه البرمجيات وعلوم الحاسب، وعندهم شركات دوليه. وهتكلم دلوقتي عن الجامعه الثالثه جامعه الزقازيق، الجامعات اللي بدات تهتم بالسايبر سيكيورتي. لو حابب تتخصص شويه في مجال الاي اي، فطبعا موجود جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه المنوفيه. والفقره السابعه من الفيديو تعالى ناخد نبذه عن مجال الاي اي. يعني مثلا خليني اقول لك، لو تخصصت في الذكاء الصناعي شويه هتدرس ايه؟ هتدرس حاجات زي الشبكات العصبيه، ماشين ليرنينج تعلم الالات والروبوتات، وهي رؤيه الحاسوب، NLP تحليل النصوص واللغات الطبيعيه. وده فعلا من اكتر المجالات اللي بتفتح لك ابواب شغل في شركات زي امازون ومايكروسوفت وجوجل والشركات اللي زي دي. والجزء الثامن اللي كلمتك عنه، هل انت فعلا ممكن تبقى محتاج انك تجيب مجموع عالي عشان تخش كليه حاسبات ومعلومات؟ والاجابه فعلا، لانك بقيت محتاج تجيب مجموع عالي، لان الكليه دي بقت من كليات القمه الفتره الاخيره وكمان الفتره القادمه، والجامعات بقت بتوصل لتنسيقها ل 85% واكتر كمان. الفيديو كده انا كنت حابب اعرفك ان فعلا انا كنت نويت اخش الكليه دي، كنت حاططها رغبه ثانيه، واقسم بالله انا فعلا كنت اتقبلت في جامعه النيل تقريبا، في كليه اللي هو كليه حاسبات ومعلومات، قبل كليه صيدله. كنت فاضل لي شويه، يعني يومين ثلاثه، مجهز نفسي ان انا هروح ادفع المصاريف وخلاص كده اخش حاسبات ومعلومات وبرتب دماغي. سبحان مغير الاحوال، طبعا اتقبلت في كليه بدر بعد كده، بس حبيت ان انا اخش في مجال طبي لان انا بحب الطب جدا طبعا، فدخلت كليه صيدله. فالكليه كانت من رغباتي الاولى وممتعه جدا فعلا، وللي بيحب ان هو يشتغل في فريلانسر او على الكمبيوتر وهتشتغل من بيتك، فدي الكليه بجد نصيحه مني يعني خشها. وهو فعلا انا كنت وقتها بحب التحليل والمنطق والكمبيوتر، وبحب كده احلل الحاجات اللي قدامي. فانت لو فعلا بتحب التحليل والمنطق والكمبيوتر والكلام ده، فحاسبات ومعلومات مناسبه ليك جدا. صراحه لو ما بتقدرش تقعد فتره طويله على الكرسي، وبتحب مثلا ان انت تقعد قدام شاشات وهكذا، فبجد هتكون صعبه جدا، ودي يعني دي اهم حاجه فيه اصلا، انها تقعد على الكمبيوتر كتير وتتدرب والكلام ده. وبس كده، وده كان اول فيديو من سلسله فيديوهات كليتك ايه وهتعرف ايه عن كليتك. بجد السلسله ممتعه جدا. ارسل فيديو، يعني ابعت الفيديو لصاحبك اللي ناوي يخش كليه حاسبات ومعلومات. يعني اتمنى اكون وفقت ان انا اتكلمت في المجالات بشكل كويس، او اتكلمت عن الكليه بشكل كويس ووفيت حقها، بحيث ان انا مثلا اتكلمت عن كل حاجه عن الكليه. وبس كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم.